بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 24 من شهر أبيب المبارك، أعاده الرب علينا وعليكم ونحن مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء 303 ميلاديا استشهد القديس أبانوب النهيسي. ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين ببلدة نهيسة قرية بمركز طلخة محافظة الدقهلية، فنشأ وترعرع في الطهارة والقداسة، ولهذا كان منذ صغره وديعا متواضعا. ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين اشتاق أن يسفك دمه على اسم السيد المسيح. مضى يوما لحضور القداس، فسمع الكاهن يعظ الشعب ويثبتهم على الإيمان ويحذرهم من عبادة الأوثان، فظل كلام الكاهن يرن في أذنيه. ولما عاد إلى بيته وزع ما ورثه عن والديه على الفقراء، وكان في 12 من عمره، وقال في نفسه إن العالم يمضي وكل شهوته. يوحنا الأولى 2:17. ثم قام ومضى إلى لوسيانوس والي سمنود، واعترف أمامه بالسيد المسيح، فلاطفه، ولما لم يقبل أمر بضربه على بطنه حتى تكسرت عظامه وخرجت أمعاؤه، فأرسل الرب ملاكا ليشدده ويشفيه، فأمر الوالي بسجنه. وهناك اتفق مع بعض المسيحيين على أن يجاهروا بإيمانهم وينالوا إكليل الحياة. وكان القديس يرى ملاكا ينزل ويضع الأكاليل على الشهداء. استدعاه الوالي وأمر بربطه وتعليقه منكسا على صاري المركب التي يقلع فيها الوالي إلى أتريب مدينة قديمة اندثرت وحاليا بجوار بنها محافظة القليوبية. وجلس للأكل والشرب، وفيما هو يشرب تحجر الكاس الذي في يده، ولم يستطع الوالي أن يحرك قدميه، والجنود صاروا عميانا. أما القديس فنزل إليه ملاك الرب وشفاه وأنزله. وبعد أن وصل الجند إلى أتريب اعترفوا جميعهم بالسيد المسيح أمام واليها. أما القديس فأمر الوالي بجلده 100 جلدة، ووضعه في الزيت المغلي وحرقه بالنار والكبريت، ووضع أسياخ محماة في عينيه وعصره بالهمبازين. وكان ملاك الرب يشفيه ويعزيه، فآمن عدد كبير من أهل أتريب، وكذا والي سمنود وجنوده. فهيج الشيطان جماعة من عبادة الأوثان، فقتلوا عددا كبيرا ونالوا الجميع أكاليل الشهادة. تقدم قائد جند والي أتريب وأمر القديس أن يسجد للإله أبولون، فرفض. فغضب الوالي وأمر بتقطيع ذراعيه ورجليه، وأرسله إلى الإسكندرية. ولما قرأ أرمانيوس رسالة والي أتريب بخصوص القديس، أمر بحرق جسده بأسياخ حديدية محمية في النار، ووضعها في عينيه وفمه وأذنيه وبطنه ورجليه، ورميه في السجن. فنزل ملاك الرب وشفاه، وفي الصباح أمروه أن يبخر للأوثان، فرفض. فأمر الوالي بإلقائه في جب به ثعابين وحيات، فلم يصبه أذى. وفي الصباح أخرجوه من الجب فوجدوه حيا، فآمن كثيرون، فقطعوا رؤوسهم ونالوا أكاليل الشهادة. فغضب الوالي وأمر بوضعه في الزيت المغلي جدا، فأطفأ الرب لهيب النار وانتشله من الزيت، وشفاه وعزاه وقواه. وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة. فأخذ القديس يوليوس الأقفاصي جسده وكفنه وأرسله إلى بلدة نهيسة، ووضعوه في صندوق ودفنوه في كنيسة نهيسة بإكرام جزيل. وبعد فترة نقل الجسد إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بجوجر التابعة لكرسي سمنود. وفي سنة 916 للشهداء تم نقل الجسد إلى كنيسة القديسة العذراء مريم بسمنود، وبني فيها مسبح باسمه. بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 416 للشهداء 700 ميلاديا تنيح القديس البابا سيماؤون الثاني البطريرك الثاني والأربعون من بطاركة الكرازة المرقسية. كان هذا القديس سورياني الجنس،
جاء به أبواه إلى الإسكندرية منذ صباه، وكان يتردد على الكنيسة المرقسية وعلى البابا أغاثون، ثم مضى وترهب بدير الزجاج. وفي فترة وجيزة وصل إلى درجة سامية من العلم والفضل والكمال والتقوى، فرسمه البابا أغاثون قسطا، ثم انتخبه الرهبان وكيلا للدير، فكان مطيعا للأنبا يؤنس رئيس الدير. بعد نياحة البابا إسحاق اتفق رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة على رسامة الراهب سمعان بطريركا، فرسموه يوم 23 كيهك سنة 409 للشهداء 692 ميلادية، فتبادل مع بطريرك أنطاكيا الرسائل. كان هذا البابا يميل للوحدة والتقشف، ويلوم من تعود على العيشة الرخوة، فحنق عليه بعض الأشرار وقدموا له سما فلم يضروا، ثم عادوا ووضعوا سما أشد داخل ثمار التين، فأكل بعضا منه فتألم كثيرا مدة 40 يوما. أما هؤلاء الأشرار فقد أمر الوالي بإحراقهم، ولكن البابا تشفع لهم أمام الوالي وأنقذهم من الموت، عدا الساحر الذي عمل السم فأحرقه حيا ليكون عبرة لغيره. وتم قول الإنجيل المقدس: يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، مرقس 16-18. وقد رسم هذا البابا في أحد العنصرة جملة أساقفة مختبرين في العلوم، منهم الأنبا زكريا أسقف سخا وأطلموس أخوه أسقف منوف العليا وغيرهما. وبعد الرسامة مضى إلى برية شهيت وافتقد رهبان الأديرة، وبعدها رجع إلى الإسكندرية حيث ضعف جسده، وبعد أيام تنيح بسلام بعد أن أمضى على الكرسي المرقسي 7 سنين و7 أشهر. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين. سلام المسيح يكون معاكم.